تفتكروا إيه أغلى حاجة ممكن الشعوب تخسرها؟ دهبها وثرواتها، ولا أرضها وسلطتها، ولا أثارها وتراثها؟ الحقيقة إن كل ده مهم، لكن الأخطر من كل ده هو إننا نخسر المعرفة. اسكندرية اللي نعرفها النهاردة بكورنيشها وبحرها وأكلة السمك الحلوة وبعدها الآيس كريم عند عز، كانت زمان مختلفة تماما. كانت مركز الدنيا في العلم والفكر. من حوالي 2300 سنة في ناس قرروا يجمعوا عقل البشرية في مكان واحد، وعشان كده اتبنى في قلبها مشروع عالمي هو مكتبة الإسكندرية. مكتبة ما كانش هدفها تجمع كتب مصر واليونان بس، كان الهدف أكبر بكتير، وهو تجميع عقل البشرية كله تحت سقف واحد. بس يا ترى إيه حقيقة اللي حصل لمكتبة الإسكندرية؟ ومين الجاني الحقيقي اللي قتل الحلم؟ خليكوا معايا وهنعرف بالدلائل ومن غير تعصب مين هو الجاني الحقيقي. قبل ما نتكلم عن مكتبة اسكندرية لازم نفهم الأول ليه المدينة دي اتبنت أصلا. في عز مجد الإسكندر الأكبر وهو بيغزو العالم كله، كان دايما بيحلم يبني مدينة تكون جسر بين الشرق والغرب. وفي سنة 331 قبل الميلاد وهو ماشي على ساحل مصر لقى موقع بين البحر المتوسط وبحيرة ماريوت، فقال هو ده المكان المناسب. جاب المهندس اليوناني ديونوكراتس وكلفه بتصميم المدينة. التصميم كان حديث جدا بالنسبة لزمنه، شوارع مستقيمة بنظام هندسي جديد ومناقين على البحر، وجزيرة فاروس اللي اتبنت عليها بعدين منارة اسكندرية، واحدة من عجائب الدنيا السبع. المؤرخ سترابو وصفها إنها مدينة تفوق كل مدن العالم في الجمال والنظام. أما بلوتارك فقال عن إن الإسكندر لم يؤسس مدينة أخرى يمكن مقارنتها باسكندرية من حيث المكانة أو الأهمية. لكن بعد موت الإسكندر المفاجئ، بطليموس الأول هو اللي مسك حكم مصر، وكان راجل فاهم إن الجيش والسياسة مش كفاية لوحدهم. لو عايز فعلا يخلي اسكندرية رمز يبقى لازم يخليها عقل العالم، وعشان كده أسس متحف اسكندرية وبدأ يجمع فيه علماء وفنانين من كل بلاد العالم. المؤرخ يوسيفوس قال إن المدينة بقت ملتقى لشعوب كتير، يونانيين ومصريين وسوريين، وكل حد فيهم كان ليه مكان. صحيح بطليموس الأول هو اللي بدأ الحلم، لكنه ملحقش يكمله، واللي كمل المسيرة من بعده ابنه بطليموس الثاني فيلادلفوس اللي وسع المشروع، وتحت حكمه مكتبة اسكندرية بقت أعظم مركز علمي في العالم القديم ومكان بيجمع كل معارف الدنيا. المكتبة ما اتبنتش كمنشأة منفصلة، لكنها كانت جزء من مبنى أكبر اسمه الموسيون. الموسيون كان أشبه بجامعة متكاملة، في قاعات محاضرات وبيوت لسكن العلماء وأماكن لتناول الطعام وساحات للنقاش والمناظرات، ومكتبة ضخمة مليانة بلفائف البردي. يعني النظام كان أشبه بمدينة علمية متكاملة، أو نقدر نقول إنه أول كامبس جامعي في التاريخ. المؤرخ الروماني أثينيوس حكى إن الموسيون كان فيه عدد كبير من العلماء عايشين إقامة كاملة تحت رعاية الملك، ودي كانت أول مرة في التاريخ يبقى فيه مشروع دولة هدفه يجمع وينظم المعرفة. بطليموس الثاني كان شايف إن اسكندرية لازم تبقى في مقام أعلى من أثينا، واللي زمان كانت عاصمة الفلسفة في العالم كله. فعشان كده المكتبة ما كانتش بس مشروع علمي، دي كانت كمان مشروع نفوذ وهيمنة ثقافية. وده اللي ميز مكتبة اسكندرية على أي مكتبة قديمة غيرها، إنها كانت مؤسسة دولة حقيقية وراها دعم مباشر من البطالمة. وبما إن اسكندرية كانت أكبر ميناء في البحر المتوسط، سفن داخلة وخارجة من روما وقرطاج وآسيا الصغرى
والهند وحتى من أعماق إفريقيا. البطالمة استغلوا ده بذكاء. كان في قانون واضح، أي سفينة تدخل المينا تتفتش، لو معاها كتب أو مخطوطات تتاخد فوراً على المكتبة، ينسخوا منها نسخة، والنسخة دي هي اللي ترجع لصاحب المخطوطة، بس الأصل يفضل في المكتبة. واحدة من أشهر الحكايات مرتبطة بالملك بطليموس الثالث، واللي كان عايز يضم للمكتبة أندر مخطوطات عند أثينا النسخ الأصلية لروايع المسرح التراجيدي. أثينا كانت بتعتبر المخطوطات دي كنز قومي، لكن بطليموس عرض عليهم اتفاق يستعير المخطوطات مقابل عربون ضخم قيمته 15 تلنت فضة، ما يعادل ملايين الدولارات بمعايير النهاردة. أثينا وافقت وسلمته النسخ الأصلية، لكن بطليموس عمل حركة بطلمية صايعة، أمر بنسخها بأدق صورة ممكنة ورجع النسخ لأثينا واحتفظ بالأصول. ودي كانت أول عملية سطو معرفي برعاية ملكية. البطالمة ما كانوش بيشوفوا الكتب كسلعة، لكن كأداة قوة. المعرفة عندهم كانت جزء أساسي من الهيمنة السياسية. زي ما روما جمعت الأسلحة، اسكندرية جمعت العلم والمعرفة. المؤرخ الروماني أثينيوس وصف بطليموس الثالث إنه مجنون تجميع كتب، لدرجة إنه كان بيبعت بعثات خاصة لكل بلد علشان تجيب أي نصوص أو مخطوطات نادرة. حتى إن في حكاية بتقول إن بطليموس أمر بجمع كل نصوص هوميروس من كل مكان في اليونان علشان يكون نسخة نهائية مصححة من الإلياذة والأوديسا. الخلاصة اللي بنطلع بيها إن مكتبة اسكندرية ما كانتش بس مكان بيجمع الكتب، دي كانت مشروع سياسي واقتصادي وثقافي، هدفه إن اسكندرية تتحول لعاصمة العقل البشري. قصة مكتبة اسكندرية مش مجرد حكاية بنى وحلم عظيم، دي كمان قصة انهيار وضياع. وهنا بيجي اللغز الكبير، مين قتل مكتبة اسكندرية؟ المؤرخين عبر العصور اتفقوا ان المكتبة اندثرت، لكنهم اختلفوا في الجاي. التحقيق دلوقتي بيحط قدامنا 4 متهمين كبار. المتهم الأول يوليوس قيصر، المتهم الثاني المسيحيين، والثالث الإمبراطور أورليان، والرابع العرب. وزي ما وعدتكم هنعرف قصة كل متهم وشهود الإثبات والنفي علشان نعرف مين القاتل الحقيقي. نبدأ بالمتهم الأول يوليوس قيصر. سنة 48 قبل الميلاد يوليوس قيصر كان محاصر في اسكندرية أثناء حربه مع قوات الملك بطليموس ال13 وكليوباترا. الوضع كان صعب، فقرر قيصر يقطع إمدادات العدو وأمر بإحراق الأسطول البحري في المينا، بس النار ساعتها خرجت عن السيطرة وامتدت لمخازن المينا. وهنا زي ما بلوتارك حكى كتب كتير اتاكلت بالنار. وسينيكا بيقول إن حوالي 40,000 لفافة ضاعوا. إنما الغريب إن سترابو اللي زار اسكندرية بعد الحادثة وصف المسيون والمكتبة كأنهم لسه شغالين. يعني الخسارة كانت كبيرة بس الظاهر إنها كانت في المخازن الجانبية مش في المكتبة الرئيسية. نيجي للمتهم الثاني المسيحيين. بعد أكتر من 4 قرون الدنيا اتغيرت. الإمبراطور ثيودوسيوس الأول أعلن المسيحية الديانة الرسمية وأمر بهدم كل المعابد الوثنية. وفي قلب اسكندرية كان في معبد السرابيوم العظيم. جنب المعبد كان في مكتبة فرعية ضخمة تابعة لمكتبة اسكندرية. سنة 391 ميلاديا الأسقف سيوفيلوس قاد حملة لهدم السرابيوم. المؤرخ سقراطس السكولاستيكي وهو مسيحي من القرن الخامس وصف الأحداث وقال: تم تدمير السرابيوم عن آخره ولم يترك حجر على حجر.
المؤرخ الإنجليزي إدوارد جيفون في كتابه اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية قال إن دي اللحظة اللي قضت على مكتبة اسكندرية. لكن مؤرخين حديثين زي مصطفى العبادي ولوتشيانو كانفورا بيأكدوا إن اللي ضاع هو الفرع الصغير، بينما المكتبة الكبيرة كانت أصلاً ضعفت أو اندثرت قبل كده بقرون. نيجي للمتهم الثالث، الإمبراطور أورليان. في القرن الثالث الميلادي الإمبراطورية الرومانية كانت مليانة فتن وحروب. اسكندرية وقتها دخلت في صراع مع الإمبراطور أورليان. الراجل حاصر المدينة، ولما دخلها دمر أحياء كتيرة فيها، خصوصا المنطقة اللي كان بيقع فيها أجزاء من المكتبة. مصادر قديمة بتلمح إن المكتبة اتأثرت جامد وقتها، يعني حتى لو ما اندثرتش بالكامل فهي على الأقل اتعرضت لدمار جديد. نيجي للمتهم الرابع. بعد الفتح الإسلامي العربي لمصر في رواية مشهورة بتحكي إن عمرو بن العاص لما فتح مصر لقى مكتبة اسكندرية، فاستشار الخليفة عمر بن الخطاب. الرد المنسوب لعمر بن الخطاب بيقول: إن يكن ما فيها يوافق كتاب الله ففي كتاب الله غنى عنها، وإن يكن ما فيها يخالف كتاب الله فلا حاجة إليها. وبالتالي الكتب اتحرقت. وبحسب القصة الكتب استخدمت كوقود لحمامات اسكندرية لمدة 6 شهور. المشكلة إن القصة دي مش مذكورة في أي مصدر معاصر للفتح الإسلامي. أول مرة ظهرت كانت في القرن ال13 عند المؤرخ ابن القفط، يعني بعد الفتح بحوالي 600 سنة. المؤرخ المسلم المقريزي في القرن ال15 نقل القصة برضه، لكن بدون سند قوي، وده بيخلي أغلب الباحثين المعاصرين يعتبروا القصة أسطورة سياسية اتخلقت علشان تشويه صورة المسلمين والفتح العربي. المؤرخ الإنجليزي برنارد لويس قال: رواية حرق العرب للمكتبة هي اختراع متأخر بلا أساس تاريخي. لو اعتبرنا كل المتهمين دول ضربوا المكتبة في وقت من الأوقات، فالزمن كان القاتل الصامت اللي أنهى القصة. المؤرخ مصطفى العبادي لخص ده وقال: مكتبة اسكندرية لم تمت مرة واحدة، ولكنها ماتت موتا بطيئا على موجات متتالية عبر القرون. طيب دلوقتي مين القاتل؟ سمعنا لكل المتهمين وسمعنا لشهود النفي والإثبات، لكن الحقيقة إن المكتبة ما انتهتش بطلقة واحدة، هي ذبلت ببطء نتيجة الحروب والسياسة والتعصب والإهمال. بعد ما مشينا مع شهود العيان والاتهامات بيجي السؤال اللي ما فيهوش مفر: إيه اللي ضاع مع مكتبة اسكندرية؟ المؤرخ جالينوس أشار إن ضياع المكتبة حرم الإنسانية من أعمال لا تحصى من عباقرة الأمم. أما المؤرخ الإيطالي كانفورا فوصفها في كتابه المكتبة المفقودة بإنها ثقب أسود ابتلع جزءاً من ذاكرة البشرية. إحنا يا جماعة بنتكلم عن آلاف اللفائف اللي كانت جاية من حضارات مختلفة. من مصر القديمة جي منها سجلات الطب والكيمياء والفلك وعلوم الفلك ورياضيات من بلاد فارس، ونصوص فلسفية وطبية من الهند، وأعمال أرسطو الكاملة من اليونان، واللي المؤرخين بيقولوا إن اللي وصلنا منها مجرد أجزاء مبتورة. تخيل معايا لو النسخة الكاملة من مؤلفات أرسطو كانت وصلت لينا، كان شكل الفلسفة والعلم الحديث هيبقى عامل إزاي؟ المؤرخ الإنجليزي إدوارد بارسونز كتب: لو كانت مكتبة اسكندرية باقية لكان العلم الحديث قد بدأ قبل 500 عام على الأقل. تصور خرائط فلكية دقيقة، أبحاث في الطب والجراحة، رياضيات من حضارات الشرق، ونصوص فلسفية كاملة لأفلاطون وأرسطو وغيرهم. كل ده كان ممكن يختصر قرون من التجارب البشرية.
المؤرخ المصري مصطفى العبادي بيأكد إن ضياع المكتبة ما كانش بس فقدان كتب، لكنه فقدان لذاكرة إنسانية مشتركة. المعرفة اللي كانت متجمعة من الشرق والغرب، من الهند ومصر واليونان، اندثرت فجأة، وده خلى كل حضارة تبدأ من جديد تقريبا وتعيد اختراع العجلة بدل ما تبني فوق إنجازات اللي قبلها. الحقيقة إن المكتبة بقت رمز، مش بس المكان اتحرق أو اتدمر، لكن لفكرة إن المعرفة هشة وإننا ممكن نخسرها في لحظة بسبب حرب أو تعصب أو إهمال. ممكن نختلف في الجاني، لكن المؤكد إن الضحية كانت المعرفة نفسها. اللي خسرناه مش مجرد لفائف بردي، اللي خسرناه هو قرون من التراكم الحضاري اللي كان ممكن يغير مسار البشرية. الغريب في قصة مكتبة اسكندرية إنها ما انتهتش في الماضي رغم كل الدمار اللي حصل، ورغم إن البرديات القديمة راحت من غير رجعة. الحلم ما ماتش. اسكندرية اللي فقدت عقل العالم القديم قررت في القرن 21 إنها ترجع الحلم للحياة. في السبعينات طرحت جامعة اسكندرية مبادرة لإحياء المكتبة. الفكرة لقت دعم من اليونسكو اللي اتبنت المشروع رسمياً سنة 1989، وبعد سنين من التخطيط ومع تمويل دولي ومصري بدأت أعمال البناء على شاطئ البحر المتوسط. المكتبة الجديدة اتبنت على شكل قرص شمس ضخم بيغوص في الأرض وكأنه شروق جديد للمعرفة. الجدار الخارجي من الجرانيت الرمادي منقوش عليه أحرف من كل لغات العالم، في إشارة رمزية إن المعرفة ملك للبشرية كلها. سنة 2002 أعلنوا افتتاح مكتبة اسكندرية الجديدة رسمياً بحضور قادة ومثقفين من كل العالم. المبنى بيسع أكتر من 8 ملايين كتاب، ومعاه قاعات للمعارض ومتحف للمخطوطات ومركز أبحاث إنترنت وقبة سماوية للفلك. يعني المكتبة الجديدة ما كانتش مجرد مكتبة، لكنها مركز ثقافي عالمي. كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة وقتها وفي حفل الافتتاح قال إن مكتبة اسكندرية الجديدة مش مجرد مبنى، إنما جسر بين الماضي والمستقبل وبين الحضارات المختلفة. المؤرخ المصري مصطفى العبادي، واللي كان من أكتر الناس اللي حلموا بالمشروع، وصفها بإنها إحياء رمزي للروح حتى لو كان الجسد ضاع. المكتبة الجديدة مش بس رفوف ورقية، فيها أكبر مركز رقمنة في الشرق الأوسط بيساهم في حفظ التراث العربي والعالمي رقميا، كأنها رسالة واضحة: إذا كانت البرديات القديمة راحت في النار، الرقمنة النهاردة بتحاول تحمي المعرفة من الفقدان من جديد. زمان البطالمة جمعوا كتب العالم بالقوة بمصادرة المخطوطات من السفن، لكن النهاردة مكتبة اسكندرية الجديدة بتشارك المعرفة عبر الإنترنت ومتاحة لجميع البشر. يعني الحلم اتغير شكله لكن جوهره واحد: المعرفة ملك للجميع. احنا طول القصة دي كنا بندور على القاتل، لكن يمكن السؤال الحقيقي مش مين قتل مكتبة اسكندرية. السؤال الحقيقي المهم دلوقتي هو احنا اتعلمنا من اللي حصل. لما المؤرخ المصري مصطفى العبادي كان دايما بيحذر ان المكتبة لم تقتل مرة واحدة بل ماتت ببطء مثل مريض بالسرطان، الكلمة دي مش عن الماضي بس، لكنها تحذير لينا دلوقتي، لان المعرفة ممكن تضيع تاني بالإهمال، بالرقابة، بالحروب، أو حتى باللامبالاة. النهاردة إحنا ما بنعتمدش على ورق بردي لكن على سيرفرات وإنترنت، ومع ذلك الخطر نفسه لسه موجود. ضغطة زر ممكن تمحي ملايين الملفات زي ما حريق زمان مسح آلاف المخطوطات. يا ترى النهاردة احنا بنحافظ على المعرفة فعلا ولا سايبينها تضيع وسط الصراعات والسياسة والإهمال؟ بس السؤال اللي هيفضل معانا: هل هنحافظ على الحلم المرة دي ولا هنسجل فصل جديد في كتاب المكتبات المفقودة؟ لو حابين المحتوى اللي بنقدمه ياريت تتابعونا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان توصلكم كل الحلقات الجديدة. كان معاكم حدوتة.